السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم ابويا يا رب العالمين، وارحم صالح الجعفراوي، وارحم كل شهداء المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده الروتين بتاعي حلو قوي. انا كنت مجهزه الاكل من بالليل، وصاحيه بقى ايه المطبخ بتاعي كمان كنت مشطباه من بالليل ونضيف ما شاء الله. ودي طبعا النوتة اللي انا بكتب فيها من بالليل انا عاوزه اعمل ايه او هجيب ايه او ناقصني ايه. يعني بصوا انا عندي كذا واحده. وطبعا الاكسسوارات بتاعتي دي اللي هو كل ما اجي اغسل المواعين اقلعها، او ساعات بنساها والله وافضل لابساها وادخل اوضتي مثلا اجي تاني يوم البس غيرها، فاهمين؟ والاقي دول على الرخامه. فكنت عامله كفته، اللي هي كفتة فراخ، عشان هعمل مندي كفتة الفراخ. انا بتهيألي انا قلتلكوا عليه قبل كده. جميل جميل قوي الاكلة دي ولذيذة. ولو ولادك ما بيحبوش مثلا الفراخ كده اعملها لهم كفتة واعمليها مندي. مندي كفتة الفراخ انا جايباها من قناة، يعني من قناة يمنية جميلة قوي الاكلة دي. كان بس في فنجان القهوة بتاعي او كوباية القهوة بتاعتي دي هي اللي موجودة في الحوض وخلاص. ف راح اقطع البصلة دي علشان خاطر اعمل الرز بتاع الكفتة بتاع المندي. على بال بقى ما الكفتة تستوي شوية بحطها في طاسة كده، وبفضل يعني موطيه على النار واقلب فيها اقلب فيها ان هي تستوي نص سوا. فببص كده على الستاند بتاعي لقيت الموز ده قدم كده، يعني خلاص طالع روحه، يعني بصوا ما عادش فيه نفس. فقلت له يلا يا حبيبي تعالى اما اعملك كيكايه كبيره كده، علشان بقيت يعني ساعات اخلي بنتي تاكل من الكيكه دي، يعني بحاول ان انا اخليها تمشي على نظام معايا يعني. المهم جبت اللي هو 4 صباع موز او 3، مش فاكره انا حطيت ايه. شو انتوا بقى شوفوا انتوا انا حطيت ايه. وحطيت 4 بيضات عشان تكتري فيها البروتين. الموز ده يا جماعه انا بحطه ليه؟ علشان اكنه السكر ويبقى ماده يعني متماسكه شويه، ان هي تمسك لي الكيكه يعني، فاهمني؟ وحطيت طبعا العلبة دي بتاعتي حاطه فيها فانيليا وفانيليا بالبرتقان وريح الموز. والكيس الكبير ده كيس ايس كريم بالمانجا، مش عارفه صلاحيته خلصت ولا لا، مش فاكره والله. وفانيليا طبعا، حطيت فانيليا. وبصوا انا بحط عشوائي لان انا حفظتها خلاص، حفظتها بقيت احط بقى بالعين كده الحاجه، وعارفه المكونات اللي انا عايزه احطها. طبعا انتي ممكن تستغني خالص عن قشور الستيليوم وبذور الشيا دي، انا بحطها ليا انا من باب ان هي الياف. هتشبع هتدي شبع في الكيكه. لكن انتي سيبك من دي خالص اكنك ما شفتيش حاجه، ولا قشور ستيليوم ولا بذور الشيا، لان مش دايما متاحه عندي انا. حتى انا بجيبها من هنا لو اتاحت ولقيتها موجوده، او كنت بجيبها وانا جايه من عند جوزي يعني من هناك. من السفر، يعني لما كنت ببقى مسافره لجوزي وراجعه بجيب من عنده. شوفوا لقيت بقى جوز الهند خلاص هيخلص وبكتبه. جبته بقى دلوقتي، جبته بعدين. المهم ان انا عارفه ان ده ناقص عندي، فبكتب في الورقه. انا مش بروح مثلا لما اجي خارجه اجيب طلبات للبيت بجيب كل اللي انا كاتباه، لا. انا بجيب الحاجه اللي انا خلاص يعني مستعجله عليها او محتاجاها جدا في البيت، مش كله بقى اروح اجيبه، لا. والزبيب الاسود ده برضو هو موجود هنا في مصر واحلى منه كمان، بس يعني انا كنت جايباه معايا وانا راجعه من عند جوزي من الاجازه وبستخدمه بقى. حطيت نسكافيه، حطيت الواي بروتين، بودرة البروتين. هي عندي يعني بتاعت ابني. فبتبقى طعمها حلو، هي بالشوكولاته البيضه كده طعمها يعني حلو. هي مش مسكره، تمام، بس طعمها حلو، بتخلي الكيكه حلوه. انتي بقى يا حبيبتي استغني عن ده كله. هي البيض والموز وجوز الهند والزبيب، ماشي، والكاكاو والفانيليا والبيكنج باودر، اظن ده كله موجود عندنا. آم، وجوز الهند، تمام. وبقى لو هي محتاجه دقيق بتحط لها دقيق شوفان، دقيق جوز هند، دقيق لوز، دقيق ذره، اللي انت عايزاه بقى، بس بلاش الدقيق الابيض خالص. بس ساعات انا بستغنى عنها، بحط بس جوز الهند وخلاص. انا بحبها تبقى ايه، ناعمه كده، مش اللي هو قوام الكيكه الاسفنجي، لا. حطيت نقطة زبدة كده، وافتكرت ان انا عندي ورق
زبدة اساسا، جبته ودهنته برضو، يعني حطيت فيه نقطة زبدة كده علشان تبقى ريحتها حلوة. والله بتبقى ريحتها جميلة قوي. اهو بشيل بقى البتاع دي، السلاح بتاع الكبة. ممكن تعمليها في الخلاط، ممكن تعمليها بايدي كده. انتوا لو فاكرين في الاول خالص كنت بقعد اعملها بالشوكة بايدي عشان كنت لسه بجربها يعني. ف وكمان يا جماعه ممكن تحطوا فيها فول سوداني، ممكن تحطوا مكسرات لو عندكم، ممكن تحطوا شوكولاته دارك. انا حطيت زبيب عشان انا بحب الزبيب، واصلا وبرضك فيه سكر طبيعي. المهم جيت هنا بقى علشان اكمل الاكل على بال ما الكيكه تستوي، بحطها في القلايه الهوائيه وبطلعها اقلبها الناحيه التانية واحطها. ايه اللي انا بقى عملته هنا؟ حطيت بصل، وحطيت زبيب، وحطيت بودرة البرياني، البهارات البرياني دي او الكبسة اللي عندك يعني. وكمان يا بنات حطيت المية اللي طالعة من الخضار اللي انا كنت يعني عصراه. كنت حاطة فلفل وبصل وطماطم في الكفتة دي. وتعصري الخضار ده بعد ما تضربيه في الكبة كده، بتاخدي المية بتاعته دي بقى تصبعي بيها الكفتة، تحطي لها بهارات، وكمان تحطيها للرز اللي هتسويه. تمام. بعد ما بشوح البصل شوية كده واحط عليه المية والرز البسمتي، وتحطي له الملح بتاعه. طبعا ساعات البودرة دي بيكون فيها ملح، بودرة البرياني او بودرة الكبسة دي بيكون فيها ملح. بقوم حاطة الكفتة بقى من على الوش كده، واغطيها بقى، واوطي على النار خالص. تمام. طبعا هي هنا مش محروقة، هي هنا علشان الزبيب لونه اسود والكيكة فيها شوكولاتة، فاهمني؟ هتلاقوا بقى هنا شويه هرجله كده وانا بقلب الكيك. انا مش عايزه اوسخ حاجه، ما عادش عايزه اوسخ اطباق اهو. بصوا، عايزه اقلبها باي طريقه اهو. يلا وشيلي وحطي تاني ودخليها القلايه شويه كمان عشان الحته الطريه دي تستوي. في ناس تحبها كده بقى اللي هي تقطعها كده ودي تنزل بقى من جوه كده حاجه سايله كده زي الشوكولاته، بس بيبقوا حاطين فيها اصلا شوكولاته. انا بقى ما كنتش حاطه فيها. نعمل لها كريمه بقى، دي بتعتمد عليكي بقى. عندك زبادي يوناني، بس الزبادي اليوناني غاليه، فعندك زبادي منديش، وانا بحب زبادي مراعي الاديب دي، بعشقها والله العظيم. حاجه كده من الخيال، لكنها زبده والله. فعشان نفسي اكلت منها معلقتين كده، وخصوصا وشها بيبقى دسم. وحطيت عليها كاكاو اهو، وممكن تحطي عليها عسل ابيض علشان خاطر تبقى مسكره، او سكر دايت، او تستغني عن ده خالص. انا ما حبيتش ان انا احط عليها حاجة. ممكن تحطي عليها قهوة وقرفة كمان لو بتحبي القرفة. والله العظيم جميلة جدا جدا. سبتها بقى على جنب كده لحد لما الكيكة تستوي عشان احط الكريمة دي على الوش. وبروح اعمل المشروب ده عندي وبحطه في التلاجة. انا كنت عاملاه في فيديو معاكم قبل كده برضو وانا في السعودية هناك عملته، وبقول لكم حلو قوي المشروب ده، حلو قوي. انا حاطاه عندي ومش بشربه كله في نفس اليوم، انا باخد كوبايه كل كام يوم كده، علشان ببقى حاطه فيه سيناميكي، والسيناميكي ده ملين عشبي يعني. لان انا عندي مشكله يا جماعه من ساعه ما ولدت بنتي الكبيره. عندي مشكله جد كبيره يعني. فلازم الملين ده، لازم كل كام يوم كده لازم الملين يعني بقى، معلش. شوفوا بقى بحط ايه، بحط قرفة، جنزبيل، كركم، فلفل اسمر. كركم يبقى لازم فيه فلفل اسمر عشان يساعد على امتصاصه. دي بذور كتان، وبحط حبهان مطحون، وبحط بصوا دي اللي هي اسمها ايه دي، حبة البركة. وايه كمان يا امل، وكمون وكزبرة وكركديه. بصوا اعشاب، خلطة اعشاب نضيفة للمعدة حلوة جدا. نعناع بقى من اللي محمد اخويا جايبهولي، وسيناميكي طبعا. كله احشري كده في قلب المصفى بتاعت البتاع ده اهو، البراد. وممكن تحطيها كلها في البراد عادي وتغليها، وبعد كده تصفيها وتعبيها في حاجة في التلاجة، في ازازة مثلا ولا حاجة. اليانسون النجمي ده او النجمي جميل قوي برضو، حطه كده وبتشربيه ساقع. يعني انتي لو بتحبيه سخن. اكتشفت ان عندي بتاع مشروب بقى ده، كنت جايبه علبتين عندي، اللي هو مشروب الفواكه ده، والمشروب التاني اللي هو بالتفاح.
رحت حاطه شويه منهم بالفواكه المجففه كده، والله خلى طعم المشروب في حته تانية، نكهه كده، شوفوا بحبه قوي. اكتشفته عندي يعني وانا بفتح الضلفه يعني كده، فقلت له ده انت جيت لي نجده والله عشان تدي طعم للمشروب ده شويه. وبحط الميه السخنه، ولما بيبرد خالص بحط له بقى عصير ليمون ومعلقه خل تفاح. تمام. دي بقى الحاجات دي هحن عليها واروح عينها. والورقتين دول كنت قصاهم من ايه يا امل؟ من علبه الكاكاو. كان عندي علبه كاكاو كنت بفضيها فعجبوني، فروحت قصه اللي هو الورق ده. ودي الدفتر بتاعي، دي استيكرات كده باخدها من ولادي. الدفتر ده بحب اكتب فيه حاجات كده ما بيني وما بين نفسي يعني. اهو بوريكم بقى ان انا ايه يعني مع نفسي كده. فقلت اما الزقهم بالمره وانا واقفه، بنتي جابت لي بتاعه اللزق دي واحطهم. بجد يا جماعه خلوا لكم دفتر كده اكتبوا فيه، والله العظيم انا ما كنتش اعرف قيمه الدفتر ده بجد. قيمه الدفتر ده، انا كنت بكتب طول عمري بكتب حاجات، بس الدفتر ده بالخصوص انا مخصصاه لحاجه كده، بكتب فيه ما بيني وما بين نفسي كده. بجد انا بحب الدفتر ده قوي. ولو حصل لي حاجه كده وولادي بقى جم يقرأوه هيحبوه قوي، هيحبوا الكلام فيه قوي. فكانت بنتي جايبهولي هديه وبكتب فيه بقى يعني حباه. عندي دفتر تاني كده برضو بقص فيه ورق وبلزقه كده، بس عادي يعني تنظيفات، تنظيف عميق. الأذكار، قلت الأذكار ده برضو فيه الأذكار وفيه كل حاجة، بس ده مهم أكتر، ده بالنسبة لي مهم أكتر. شوفوا بقى كيكة راحت مبوزة كده اهو من الحتة اللي ما كانتش استوت، رحت انا بقى قطعها كده واكلتها يعني ما رميتهاش، اكلتها وانا واقفه. ورحت قلبه القرصه كده بتاعه الكيكه دي ومنغزاها كده بالسكينه عشان تشرب من اللبن. انا بسقيها لبن جوز هند او لبن حليب او لبن مبخر او اي حاجه، وبعد كده احط لها الزبادي. بس انا ما كانش ساعتها عندي لبن جوز الهند او حليب جوز الهند. رحت دهناها الكيكه دي، ومش فاكره حطيت لها رمان بقى ولا حطيت لها ايه، مش فاكره والله يا بنات، هتشوفوا دلوقتي. وبقوم حطاها في الميكروف شويه تهدى يعني قافله عليها الباب كده اكنها بس اكنه ضلفه يعني اكنه دولاب، واسيبها تهدى شويه وبعدين ادخلها التلاجة. دخلها التلاجة تسقع واكلها ساقعه، بتبقى عسل قوي والله العظيم وبتشبع، مع شويه نسكافيه مع فنجان قهوه. والله كنت حطيت لها عنب، كان عندي عنب حطيت لها عنب. دلعي نفسك باي حاجه، اي حاجه حلوه اعمليها صحيه، وحافظي على نفسك كده وحافظي على قدرتي تعملي الحاجه دي، قدرتي ما قدرتيش حاولي كل شويه، حاولي مع نفسك. اهي بقت زي السكر وزي العسل. وهنا بقى شوفوا بقى عصرت شويه ليمون وبعد كده حطيت الشرايح دي. احشري خالص كده اهو عشان المشروب يبقى غني بكل الفوائد. وشويه الخل التفاح وغطيه بقى يا امل وسيبيه يبرد شويه. زودته شويه ميه سخنين اهو، و هسيبه يبرد خالص وبعدين ادخله بحاله كده في قلب التلاجة. كل بقى ما افتح التلاجة اطلعه واخد منه كوبايه. هنا بقى خلاص قلبت الرز مع الكفته كله استوى الحمد لله، وحطيت له فحمايه كده، وكان في منتهى الجمال. وقعدنا اكلنا، وكنت عامله جنبها سلطه زبادي بالخيار. وجيت هنا بقى قعدت كده احن على حبيبه قلبي دي المعها، لان لما بنضف السلم بتتبهدل تراب، وحتى والله لو ما نضفتش السلم هي اصلا منها للسما كده فبتتبهدل اهو. ده الشكل الاكل اهو، ده طبقي انا. بحط خضره من على الوش كده او احط جرجير، المهم يا جماعه. وكان في سلطه بقى زبادي بالخيار، وده شكل